كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ملخصنا النهاردة الفيلم اسمه كلينر المنظفة. ملخص لفيلم أجنبي أكشن تشويق إثارة، هيعجبكم إن شاء الله. ونبدأ فيلمنا مع جوي، الحتة الحلوة دي وهي بتصحى من النوم شبه النسوان اللي عندنا بالظبط يا جماعة. فبتلاقي نفسها متأخرة جدا على الشغل وبتجهز حاجتها بسرعة. وهنا بيتصل بيها ديريك مديرها في الشغل ويهددها بالطرد. فالمهم بتروح جري بتجهز حاجتها، وهنا بتتصل بيها على الحظ دار الرعاية اللي فيها مايكل أخوها. مايكل أخوها ده كان عنده توحد وقاعد في دار رعاية. المهم بيتصلوا بيها ويقولوا لها لازم تيجي حالا عشان اخوك عامل مشاكل. بتحاول تقول لهم خليني لاخر النهار لحد ما اخلص شغل واعدي عليكم، ولكن دون جدوى. وبتضطر انها تروح دار الرعاية عشان اخوها رغم التأخير بتاعها على الشغل. المهم لما بتروح بيقولوا لها ان اخوكي اخترق نظام الحماية للدار على الكمبيوتر وعمل مشاكل ليه، ولازم تاخديه معاكي دلوقتي، ما عادش ليه عيش معانا. ينفع كده يا جوي؟ قالت لا ما عملت حاجة. والمصحف 100 دقيقة في الدار. يا رب أمك. وبتضطر جوي انها تاخد مايكل معاها على الشغل، وبيجروا هما الاتنين عشان يلحقوا الشغل. كان نفسي تخبط طوبة في دماغها تفتح راس أمها. ولما بيوصلوا الفندق بتسيب مايكل اخوها مع الراجل ده حر أزرق أكن أنا هقعد مع الراجل العرة ده أهو. إرهابي. وبتروح على شغلها. المفترض ان مايكل هيقعد معاها النهارده في اليوم ده لحد ما تخلص شغله ويروحوا سوا. اما ده بقى فاسمه ديريك اللي هو المدير بتاعها، وده رخم يا جماعة. بيديها في اليوم ده ارخم شغل، وهو تنظيم شواخ الطيور في الطابق 51 خارجي. وبتركب جوي على الحبل وتبدأ العمل. لا تقلق يا صديقي، التقيل جاي. تشرب شاي؟ معيش فلوس. الفندق كان معمول فيه في اليوم ده اجتماع صحفي كبير لمديرين وأصحاب شركة كبيرة اسمها أغنيان للطاقة المتجددة. والمفترض هيحضر الحفل ده ناس كتير أغنياء عشان يساهموا في الشركة دي عشان يكبروا مشروع الطاقة المتجددة. حاجات كبيرة كده مش مشكلتنا دلوقتي، خلونا ندخل في المهم. وبنشوف ترتيبات الحفلة، وبيحطوا الخمرة دي في كل مكان في الفندق. وهيتضح لنا يا جماعة بعد شوية إنها مش خمرة، دي عبارة عن غاز منوم. وهنا جوي بتقول لديريك مديرها الرخم ده انها خلصت شغل والمفترض تمشي عشان اخوها المريض، ولكنه عيل رخم بجد، يعني قال لها لا لسه في شغل تاني، يا اما هخصم لك اليوم. وبتبدأ الحفلة يا جماعة، وكل الشخصيات المهمة موجودة بما فيهم أصحاب ومديرين الشركة بتاع الطاقة دي. وهنا بيدخل مجموعة مقنعة للمكان، وأول حاجة بيعملوها اللي بسطتني قوي إنهم بيقتلوا ديريك المدير الرخم ده. عليا النعمة أنا اتبسطت وقلت أحسن، عيل رخم بجد. وبتفضل جوي متعلقة بره مش عارفة تمشي ومش عارفة إيه اللي هيحصل. المهم المجموعة اللي هم المقنعين دولت بيفجروا الغاز المنوم ده وبيسيطروا على المكان. وجوي ما تعرفش اللي حصل وبتحاول تتسلق الحبل لفوق. واخوها كان ناصح يا جماعة، داخل غرفة لما شاف الغاز وحبس نفسه جوه. جوي وهي على الحبل خلاص عرفت ان فيه اختراق ومصيبة في المكان، وبتحاول تشغل السقالة اللي هي عليها ولكن مش بتعرف. وبتنزل جوي بالحبل لحد ما بتوصل وتشوف اللي بيحصل في قاعة المؤتمرات دي. كانت الفرقة اللي هي اقتحمت المكان ده قائدها اسمه ماركوس. وكان ماركوس عاوز يقضي الغرض ويسجل التسجيلات اللي هم عاوزينها ويمشي بدون ما يقتل حد. لكن نوح وهو أحد أفراد العصابة كان له رأي وأسلوب تاني متعصب جدا، حتى انه قتل الراجل ده اللي هو احد افراد او احد اصحاب الشركة دي. طيب للعلم برضو الارهابيين دول كانوا عاوزين ايه؟ كانوا عاوزين الناس دي تعترف على اليوتيوب او الصحافة ان المشاريع بتاعتهم بيبقى فيها مخلفات ونفايات ذرية بتقتل ناس كتير. طيب احنا نقول كده ان الناس دولت المقنعين دول حلوين؟ لا طبعا، دول عاوزينهم يعترفوا عشان يبرروا لنفسهم وللناس قتل اي حد بيغلط. وخد بالكوا ايه ده، هم عاوزين اول ما يخلصوا تسجيل اعترافات للناس دي يفجروا المكان بكل اللي فيه بما فيهم هم كمان. يعني هم فرقة مجنونة ارهابية انتحارية. المهم لما شافت جوي اللي حصل طلعت تاني للسقالة وعملت استغاثة بالنار. وبالفعل استجابت الشرطة ليها وبدأت الشرطة تيجي على المكان. وهنا نوح مش عاجبه تصرفات ماركوس وعاوز يقتل في الناس وخلاص. وبعد مشادة في الكلام ما بينهم بيروح قاتل ماركوس وبيستولى هو على النظام. ودي كانت من فريق ماركوس البنت دي. والسؤال اللي معانا واللي مش معانا مع السلامة. ويستولى نوح المجنون على المكان وبيحدف ماركوس من الشباك ويقع مع جوي فين في السقالة.
والشرطة بتيجي بسبب الاستغاثة بتاعت جوي. وهنا بيشوفها نوح ويقول لها خليكي بعيدة عن الموضوع احسن لك، لاني عرفت ان انت اللي عملت الاستغاثة، وانا عارف ان اخوك هنا كمان، ولو عملت اي حاجة انا هقتل اخوك اول ما الاقيه. وراح نوح الناصح ده عمل حركة ذكية، راح مبلغ عنها 910 اللي هي الشرطة النجدة يعني، وقال لها فض الخزنة في الشارع دلوقتي وإلا هقتل زميلتك اللي تحت إيديا دي. وبالفعل فضت الخزنة، ولكن بطريقة احترافية، أصلها كانت في الجيش في القوات الخاصة قبل كده. ولكن بتوصل الشرطة ويقولوا لها ارفعي ايدك فوق وكأنها هي المذنبة. انا ماليش دعوة، ايه هتنشكوا في معمعكم. بتنزل تاخد الموبايل وبتكلم مديرة الشرطة الموجودة وتقول لها انها بريئة. فبتقول لها الحاجة دي ان احنا هننزلك في اقرب وقت، وتقول لها جوي لا انا مش عاوزة انزل، انا عاوزة ادخل عشان خاطر انقذ اخويا. والمهم بتبحث عن نوح ده، وبيعرفوا انه مختل عقليا وبيؤمن بفكرة تطهير الارض من البشر. وتبدأ الاعترافات، وهنا بيلبس نوح الساعة دي. الساعة دي فيها ايه بقى؟ فيها مفتاح المفجر، اللي هو يعني لو نبض نوح ده وقف بتقف الساعة ويروح المفجر شغال ويروح ضرب في المكان كله. وهنا الضابط ده بعت 5 من فرقته يقتحموا المكان، ولكن نوح فجرهم. كده الحاجة ما قدامهاش غير ان هي تدخل جوي للمكان جوه قبل ما نوح يفجرها هي كمان. ماشي، لان عرفت ان نوح بعت لها مفجر في الطريق يعني في الحبل كده، فقالت لها ايه انقذي نفسك بسرعه قبل ما نوح يبعت لك المفجر ده. فالمهم بتلحق نفسها جوي وبتبعد عن المفجر، وبتكلم الحاجه بقى ديت بتقول لها ان خلي القناصين بتوعك يضربوا في الازاز يفتحوا لي فتحه عشان اعرف اكسرها واخش جوه. المهم جوي بتعرف تدخل للمكان وتقول لها الحاجة بسرعة اتحركي عشان هم عرفوا انك لسه حية وجايين لك في الطريق. وهنا بتبدأ المطاردة يا جماعة جوه اللعبة، وبتخش بقى جوي وتقتل لها اول 2 و3. الحتة دي بقى نوح بيقول في الفيديو ده انه اول ما الاعترافات تتعمل على النت عشان الناس تشوفها هيكون هو اول اللي هيموتوا في المبنى كمان. طبعا البنت دي اترعبت وحاولت تهرب عشان عرفت ان نوح مجنون، بس هم لحقوها وقتلوها. وهنا بتدخل جوي ومايكل للمكان، وعشان مايكل خبير في الشبكات بتقول له ان هو يلغي كل الاعترافات دي ويوقف البث. وبالفعل حصل، واحتفظوا بالكلام ده كله على فلاش. وبتقول له نوح انها بقى معاها كل الادلة اللي هو صورها وكل الاعترافات، يعني مفيش حد هيشوف الادلة دي، وموتك يا نوح هيبقى هيروح هدر. ادت الفلاشة لاخوها ونزلته هو في الاسانسير، وعشان عشان هي تكمل. وهنا فرقة خاصة من الجيش بتدخل المكان عشان تقتحم. ولما بتخش الفرقة بتاع الإنقاذ وبيشوفوا كمية القنابل اللي متعلقة في الناس واللي محطوطة فيهم، قالوا للحاجة دي إن مفيش وقت يفكوا كل القنابل دي، وممكن المكان كله يتفجر في أي لحظة، يعني مفيش غير معجزة تحصل عشان الناس دي ينقذها يعني. وهنا بتوصل جوي لنوح اللي كان لابس الساعة اللي فيها التحكم، حتى إنه وهو بيقول لها يلا اقتليني. وبعد شوية ضرب بتعرف تخطف منه الساعة وبتموت نوح بحسرته، وتم إنقاذ المكان كله على يد المنظفة كلينر. بصراحة بنت عسل وتستاهل كل خير والله. سلام.